في قلب صعيد مصر، وتحديدا في أبيدوس، لا يوجد لغز مدفون تحت الرمل، بل لغز يغرق في الماء. هذا هو الأوزريون، النصب الذي يرفض علماء الآثار تحديد هويته. البناء الغريب. الأوزريون هو هيكل حجري ضخم مدفون كليا تحت الأرض، ومحاطا دائما بالمياه الجوفية. الغريب فيه هو عمارته، كتلة جرانيتية ضخمة لا تشبه أي بناء في العصر الذي اكتشف فيه، عصر سيتي الأول. اللغز الزمني. تخيل معي هذا المبنى المغمور، بني بجوار معبد الملك سيتي الأول، لكن الباحثين يرون أن هذه الأحجار العملاقة وطريقة تركيبها أقدم بآلاف السنين من المعبد نفسه. هل هو إرث لحضارة أسبق؟ ومن قام ببنائه بهذا الحجم تحت الماء؟ الهدف الغامض. يقال إنه قبر رمزي لإله الأوزوريس، إله العالم السفلي، ليعكس فكرة العودة من الموت عبر الماء. لكن هل كان مجرد رمز، أم أن هذا المكان يخفي شيئا آخر لم نكتشفه بعد؟ الأوزريون هو دليل على فن بناء مفقود وغامض. لغز الأوزريون تحت الماء، هل هو بوابة لأسرار مصر التي لم ترى بعد؟ تابعني للمزيد من الكنوز مصر القديمة.